اهلا بيكم من امريكا مع ايمن. في عندي اخبار لطيفه جدا حابب اشاركها مع حضراتكم النهارده بخصوص قانون لسه حالا السنت موافق عليه. القانون ده كان متقدم من مده، من ضمن الفعاليات اللي كانت عاملاها الفيرست ليدي ميلانيا ترامب في الحمله بتاعتها اسمها بي ذا بيست. كان من ضمن الحاجات كانت مقدمه دعم للقانون ده. القانون ده كان متقدم من السيناتور تيد كروز من تكساس، من عندنا من هنا، وكمان السيناتور ايمي كالابيش. والقانون ده موضوع حلو جدا 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 يا جماعه، ومهم لان احنا ما كانش عندنا حاجه تخص الموضوع ده، خصوصا ان بيتعلق بالتكنولوجي وبالحاجات الجديده اللي بتحصل اليومين دول. كتير من حضراتكم بيشوف حاجات بقى باستخدام الاي اي والذكاء الاصطناعي، الشات جي بي تي والحاجات اللي زي كده، تركيب الصور وتغيير الصور والفيديوهات اللي بتتعمل لاشخاص حتى لسه مش عايش، يعني توفوا مش موجودين خلاص، بتعمل لهم فيديوهات وكلام من ده كله. والتقنيات الجديده اللي احنا بنسمع عنها زي الديب فيك، او لو سمعوا من حضراتكم على الديب فيك ده، ان انت ممكن يكون في فيديو تحطه وتاخد صورة حد تاني تحطه على الفيديو ده مكان حد ويطلع كأنه حاجة طبيعية خالص. الموضوع ده استخدم فيه جزء منه فن، او الناس استعملته يعني كحاجات لطيفة، بوستات كده على السوشيال ميديا، وفي ناس استعملته لتشهير ببعض الناس او لابتزاز ناس، زي ان حد يعمل صور خارجة او مقاطع فيديو خارجة لناس ويبتزهم بيها، او ان هو يحاول ان هو يكسب منهم اي منافع يعني. فالقانون ده اسمه تيك ات داون. اتقدم كمقترح من السيناتور كروز والسيناتور ايمي، واتوافق عليه في تكساس هنا، وبعدين اتمرر امبارح بالليل للهاوس اوف ريبريزنتيف او مجلس النواب، وتم الموافقه عليه بالاجماع. يعني التو بارتس وافقوا عليه، الجمهوريين والديمقراطيين الاثنين وافقوا عليه. وده بالنسبه لي يعني حاجه كويسه جدا. القانون ده بيقول ايه يا جماعه؟ القانون ده بيجرم موضوع ان حد يعمل حد صور او فيديوهات خارجه، بتعتبر جريمه دلوقتي وعليها عقوبات. الحاجه التانية ان مش بس بيجرم الشخص اللي عمل كده، لا ده كمان بيلزم اي منصه او ويب سايت رفع الصور دي انه لازم يشيلها في خلال 48 ساعة، لأن ده يعتبر نوع من أنواع التشهير بالناس. فالموضوع ده هيبقى فيه، يعني المفروض دلوقتي هيروح للرئيس علشان يوقع عليه. إن شاء الله أنا هتابعه، يعني أول ما يتم التوقيع عليه هقول لحضراتكم على تفاصيل القانون بالظبط وبنوده وإيه العقوبات اللي هتقابل الشخص اللي هيعمل كده. دي حاجة طبعا كويسة جدا 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 يا جماعة. وأنا يمكن أكتر من مرة يعني اتكلمت مع الناس وقلت، وفي حلقات قبل كده قلت لكم يا جماعة يا ريت تكونوا عندكم حذر من لما تحطوا صوركم على السوشيال ميديا، على الفيسبوك والانستجرام والحاجات اللي زي كده، لأن أنت مش عارف مين اللي بيشوفك وإيه نواياه. وخصوصا دلوقتي الدنيا بقت مفتوحه، حتى لو انت عامل لوك للبروفايل بتاعك، في ناس بتقدر تعمل هاكينج وتدخل تشوف صورك وتشوف الفيديوز بتاعتك. فما تخليش نفسك عرضه لحاجه زي كده. ولكن نشكر ربنا ان النهارده القانون ده توافق عليه، وان شاء الله في خلال ساعات هيوقع عليه الرئيس دونالد ترامب بالموافقه، بحيث ان هو يتفعل، يكون قانون يحمي الناس من اي نوع من انواع التزوير في سواء عن طريق افلام او عن طريق اي نوع من انواع المحتوى اللي بيتحط على الانترنت بشكل عام، بحيث ان هو بيجرم الشخص اللي بيعمل كده وبيحمي حرية حضرتك الشخصية. مشروع حلو حبيت اشاركه مع حضراتكم، مشروع قانون كويس. في مشاريع قوانين كتيره جدا مطروحه اليومين دول، وانا بما اني انا يعني في الليجستيف جروب، فبتابع كتير من البيلز اللي بتحصل، فهتابعكم في حاجات كتيره جدا هتطلع حلوه جدا الايام الجايه. فتابعوني. لو دي اول مره تتفرج عليا، انا اسمي ايمن امير، ودي قناه من امريكا مع ايمن. موجودين على اليوتيوب، ممكن تعمل لنا سبسكرايب، وكمان موجودين على الفيسبوك، تقدر تعمل لنا فولو ولايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك من امريكا مع ايمن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له شير علشان ناس كتير تستفيد من المحتوى اللي بنقدمه. بشكركم جدا جدا جدا، وكان معكم ايمن من امريكا.